مرحبا بكم في اول قناه مغربيه خاصه بملخصات افلام الابطال الخارقين والخيال العلمي. وقبل ما نبداو ما كرهتكمش تدعمونا بلايك وشي كومونتير زوين، وضروري من البارطاج مع الاصدقاء وديك الابوني الحمراء تولي بيضاء باش نحققوا الهدف نوصل ل 10000 اخ واخت في اقرب وقت. نمشيو عند الدري بروس اللي كيلعب مع الصديقه ديالو ريتشل. شويه بروس طاح في واحد البير، ريتشل مشات كتجرى تعيط على اللي عاونو، اما بروس هو في غيابات الجب تخرجوا لي فرق ديال الخفافيش. شويه فاق بروس وغيكون كيحلم بداكشي اللي وقع ليه في صغره، وغيطلع مسجون في واحد الحبس بالصين. جابوا لهنا غصبروا شيو نعرفوا، خرجوا المساجين للساحه، وصلت وقيته الفطور وحبيبنا شاد النوبه تهجم عليه واحد المقدر عنده معاه شي حساب، وتا يسحب لك حبيبنا غيتكعكعوا ولا دخل فيه بدماغ غيبه يا ودار لصحابو، وكلهم ماكله الطبل نهار الديربي مفكوهم غير الحراس اللي داوه ديريكت الانفراديه. مع دخل لقى واحد خونا كيتسناه، قال لي الشك عزيز عليك الصداع تا وليتي كتدخل الحبس غير باش تضارب مع المجرمين. سولو بروس شكون هو، جاوبو سميتي دوكارد وانا خدام مع واحد السيد سميتو راس الغول، عنده منظمه كتحارب الاجرام في العالم، بغيناك تنضم لينا السي بروس وين، حيت عارفينك انت باغي تحارب الظلم وتنشر العداله. جاوبوا لكن انا دابا في الحبس كي غندير ليها، قال ليه دوكارد غير ارتاح حنا غنتكلفوا. في الصباح الحراس ديال الحبس لوحوا بروس جنب الطريق خلاوه تما ومشاو. حبيبنا تبع الطريق اللي نعت ليه دوكارد، داز على هضاب سهول جبال، وبعد مده وصل المقر ديال المنظمه. دخل لقى راس الغول كيتسناه، شويه دوروا شي رباعه، قال ليه دوكارد دابا غيبدا الاختبار. واش شريفتش من الاختبار ولا نمي، راني سيمانه وانا كنتمشى عتقوني غير بكاس ديال الماء. جاوبو دوكارد الموش ما كتسناكش تكون واجد، وبدا كيضرب فيه. طاك حبيبنا الدقه وناض ليه وبداو كيتشاموا الكراسن، لكن بروس كان عيان مع الطريق ودغيا زرب عليه وقال ليه الا بغيتي تكون قوي خاصك تواجه الخوف ديالك، قول لينا مناش كتخاف. وهنا غنرجعوا فلاش باك، بروس ملي طاح في البير وخرجوا ليه الخفافيش جاتو صدمه، هبط عنده با خرجوا من البير. وهنا غنعرفوا ان بروس كينتمي لعائله وين، وهي اغنى عائله في مدينه غوتام ونقدروا نقولوا في العالم، ومعظم المشاريع اللي في المدينه شركه وين هي اللي بناتهم بمالها الخاص بلا تدخل من الدوله. باش بروس كان طبيب وكان من الاغنياء القلال اللي كيفكروا يحسنوا المدينه ويحاربوا الاجرام اللي فيها. اما الصديقه ديالو ريتشل فغتكون بنت الخدامه. بروس بعد الصدمه ولا ديما كيحلم بالخفافيش، قرر با يديه يفوج وخداه هو ومراته يتفرجوا في واحد المسرحيه، وهما كيتفرجوا في العرض الممثلين كانوا لابسين الكحل. بروس شافهم خاف حيت شابهوا ليه مع الخفافيش وطلب من والديه يخرجوا، ومع خرجوا من المسرح بركاهم واحد الشفار هز السلاح. باش بروس كان متعاون معاه عطاه بسطامو وقال ليه هو مستعد يعاونو الا بغى يحسن حياته، لكن الشفار كان مقرقب وبالغلط تيرا في باش بروس. مارشو بدات كتغوت، الشفار تخلع وتيرا فيها حتى هي سكت لها الحجره، هرب من تم وخلى بروس مصدوم وسط الجثث ديال والديه. قدروا البوليس يشدوا المجرم. بعد مده داروا جنازه لوالديه اللي حضروا فيها عليه القوم في المدينه. جا عنده ايرل وهو رئيس مجلس الاداره في شركه وين، وقال لي نعس على جنب الراحه، حنا غنتكلفوا بالشركه تكبر. ومن تما كل بروس تحت رعايه الفريد رئيس الخدم في القصر ديالهم. نرجعوا للوقت الحالي، دوكارد من عرف بروس كيخاف من الخفافيش قال لي ما تخافش انا غنعلمك كيفاش تحارب الخوف ديالك، والا كنت قادر تقاتل 6 رجال غنعلمك تقاتل 600 شخص دقه واحده، وغنعلمك اساليب النينجا كالسرعه والاختفاء. دوز خونا شهور ديال العذاب لونطريمون بالنهار وبالليل. واحد الليله وهما مريحين سولو دوكارد اش دار بعد موت والديه. وهنا غنرجعوا الفلاش باك، بروس ملي كبر ولا كاع الوقت كيسافر وقليل فيك يرجع للدار. اما ريتشل فقراتو كافحات تا ولات محاميه. بعد مده المحكمه قررت دير جلسه استئناف المجرم اللي قتل الوالدين بروس. خونا كان في زنزانه مع واحد السيد سميتو فالكوني، هو اكبر مافيوزي في المدينه وعرف عليه شي معلومات. هنا المحكمه عرضت عليه يشهد ضد فالكوني في المقابل اللي خرجوه من الحبس، وخونا بطبيعه الحال وافق. بروس ما تسرطاتش ليه، المجرم اللي قتل لي عائلتي يخرج من الحبس، دبر في واحد السلاح وقف باب المحكمه يتسنى المجرم يخرج. وهو كيوجد يضربو خرجت واحد ختنه قالت لي فالكوني كيسلم عليه وخرجاتو بالقرطاس. بروس فرح حيت حس ان حق والديه رجع ملي مات المجرم. رغم ذلك في الليل قصد البواط ديال فالكوني تلاقى به وقال لي علاش خديتي الانتقام ديالي، جابو من نيتك شكون دافك، رغم انك انت بروس وين فرا المدينه كامله تحت السيطره ديالي. شدوه رجال فالكوني عطاو سلخه ولاحوه برا. بروس بعد ديك السلخه اللي كلا رجع ليه عقله وتفكر بوا شحال ضحى على بلاد المدينه اللي ولاو مجرمين بحال فالكوني حاولين الجحيم، وقرر يتدرب باش يحارب الجريمه في المدينه. مشاركه في واحد الباخره وبدا كيدور العالم ويعيش بين المجرمين باش يعرف كيفاش يواجههم. حتى واحد النهار كان في الصين ولقى راسو حدا واحد البراكاج، مشى يشوف واش واقع، شدوه البوليس داو الحبس، تتلاقى بدوكارت كما شفنا. نرجع للوقت الحالي، بروس درب مزيان وجا وقت الاختبار، بحال لي دوكارت واحد الورده الزرقاء حرقها وعطاها ليه يشم الدخان ديالها. الحبيب مع الشمها بدا كيهلوس ويبانوا ليه الخفافيش. خرجوا ليه رباعه ودوكارت تخبى وسطهم وخاصو يلقاه قبل ما يسالي الوقت، ومره كيخرج ليه شي حد ينوض معاه، لكن حبيبنا تغلب على خوفه وقدر يلقى دوكارت ونجح في الاختبار. لكن بقى ليه اختبار اخر باش ينضم ليه، جابوا ليه واحد المجرم وامروه يقتلو باش يبين التزامه بالعداله، لكن بروس رفض حيت مفهوم العداله عنده ماشي هو القصاص والقتل بل محاكمه المجرمين بالقانون. راس الغول امر يقشر الرحمه اللي في قلبه حيت مهمته الجايه
الحقيقه هي يكون قائد ديال هاد الرجال ويقصد مدينه غوتام يدمرها حيت ولات عامره بالاجرام، لان هاد المنظمه من هذه قرون فين ما كينتشر الفساد في شي مدينه كيدمروها. بروس كان تيق ان مدينته ممكن تصلح ورفض يدمرها. ها السيف ونوض مع راس الغول، ها شد لقى شويه العافيه علاش في المقر وبدا كيريب، تطاح ردم على راس الغول قتلو. بروس بغى يهرب لقى دوكار طايح سخفان، هزو على كتافو وخرجوا من المقر قبل ما يتدمر، ودار واحد القريه تما وعطات السكان ديالو يعالجوه. من بعد اتصل بالفريد اللي جات تلقى ليه بطائره خاصه، وهما في الطريق علم الفريد بلي ناوي يحارب الجريمه في غوتام، لكن خاصو شخصيه اللي غتكون رمز العداله، حيت بروس وين بالنسبه للناس خاصو يبقى ولد الفشوش اللي كيعيش فلوس والديه. نرجعوا لغوتام، هذا الدكتور كرين خونا طبيب نفسي، ولا مؤخرا فيما يدخل شي حد من رجال فالكوني للحبس كيخرج ليه تقرير انه مريض نفسي ويدي العياده ديالو. ريتشل جا هادشي غريب وبدات كتفكر كيفاش تحاربو. نرجعوا عند بروس اللي رجع للدار وبدا كيدرس المدينه، من بعد هبط في البير اللي كان طاح فيه في صغره ولقى واحد النفق، بقى متبعو غتوصل لواحد الكهف كبير عامر خفافيش، لكن هاد المره ما خافش منهم. غد ليه الصباح مشى لشركه وين، مجلس الاداره تصدموا ملي شافوه حيت خونا 8 سنين وهو غابر وكلشي كيسحاب ليه باللي مات. قصد قسم المعدات تلقى بالمسؤول تما اللي سميتو فوكس، ومشى وراه بزاف ديال المعدات ولبس مضاد الرصاص كانوا اخترعوا على حسب الجيش، لكن الحكومه جاوا غالين ورفضت تشريهم. بروس شافهم عجبوه وامر فوكس يجمع ليه شي باراك يديها معاه. من بعد قصد الكهف اللي تحت دارو ودار عليه شي اصلاحات حيت قرر يرجع المقر ديالو. هذا المحقق جوردن خونا من البوليس القلال في المدينه اللي ما كياخذوش الرشوه، وهذا شريكو وغنسميوه الفليسي، حبيبنا رشيوي كبير هو واحد من اشباح فالكوني. جوردن دخل المكتب ديالو توقف عليه بروس من وراه، قال لي فالكوني كيهرب العشوب والطحين لا شي حد ما شدو. جاوبو من نيتك السيد كيتحكم في المدينه كامله. قال لي بروس ماشي كلشي، انت بوليسي شريف ومن دابا وليتي شريكي وغتعاون معايا. من بعد تقطع الحس، دار جوردن يشوف ما لقى والو وغيكون بروس هرب. غد لي قصد فوكس خدم من عنده واحد العبايه كتخليه يطير، واحد المدرعه مضاده كاع انواع الاسلحه. من بعد رجع للكهف كمل اللبس ديالو وصايب الشعار الخاص به اللي كان عباره على رمز خفاش. نمشيو للمرسى فين رجال فالكوني كيهربوا السلعه وسط النص، وغيكون فليسي تما باش يبعد البوليس، والناس خدامين غتبداو كيغبروا واحد بواحد، وغيكون حبيبنا بروس اللي ضرب الحطه دار عليهم كاملين سلاخهم. من بعد قصد فالكوني سولو شكون انت، واحد الزيرو غير كنضحك معاك انا كيف يحس دعابه معاك باتمان اللي كتعني رجل وطوان. ضربوا غيبو وعيط على جوردن قال لي راه الامانه واجده. وصلوا البوليس المرسى لقاو كاع رجال فالكوني مكتفين حدا السلعه اللي كانوا كيهربوا، اما فالكوني لقاو مكتف واحد البوله كبيره تولى مشكل رمز الخفاش في السماء وشدوه بتهمه التهريب للممنوعات. الخبر دغيا انتشر، باتمان ساهم في القبض على واحد من اكبر المجرمين في المدينه. هنا بروس باش يخبي هويته كان صباح كدار لي زهق باش يبين الناس انه ولد الفشوش، في العشيه كيضرب الحطه ويحارب الجريمه. نمشيو لشركه وين، ايرل كان مريح جا عنده المساعد ديالو وعلموا بلي واحد السفينه ديالهم تعرضت للهجوم وكاع الطاقم مات، والسلاح اللي كان فيه غبر وهو عباره على باعث اشعه مصمم باش يبخل المياه ديال العدو ويخليه بالعطش. شكون شفر داك السلاح واش ناوي يدير به غصبروا شنو نعرفوا. نمشيو عند فالكوني اللي طلع ليه الحبس في راسو واستدعى الدكتور كرين، هنا غنعرفوا بلي فالكوني كيهرب شي سلعه للدكتور كرين في المقابل كيخرج ليه رجالو من الحبس. اشنا هي السلعه غصبروا حتى شنو نعرفوا. هدو فالكوني خرجوا من الحبس اقرب وقت ولا قاعد تعرف يفرشوا بلي نهار شدوه كان كيهرب ليه السلعه ديالو. قال لي كرين ياك الشارف الهارف ولا شي باغي تلعب معانا، لبس واحد الماسك في وجهه وطلق على فالكوني واحد الغاز خلاه كيهلوس تقلع وبدا كيغوت. من بعد خرجوا على ان فالكوني مريض نفسي وقرر يدي العياده ديالو. نمشيو عند فليس اللي كان كيدور تا بحال اللي حبل في رجلو تم معلق وغيكون باتمان اللي شدو. قال لي داك الليله كنتي مع فالكوني في المرسى وكان كيهرب الطحين ومعاه شي سلعه اخرى شنو هي، لكن الفليس يبدا كيحلف ويبكي بلي ما عرف والو من غير ان السلعه كتمشي لواحد الحي برا المدينه. نمشيو للحي في ضواحي المدينه اللي غيكونوا مجموعين فيه غير جوج شرع. بقى باتمان كيقلب تدخل لواحد الدار لقى فيها النوسات اللي شاف داك النهار في المرسى مقطعين، اش تدخل عليه كرين وجوج رجال وكانوا باغيين يحرقوا الدار ويمحيو الادله. زرب حبيبنا على الاول دار العاب الخفه للثاني، لكن كرين رش عليه الغاز ولبس الماسك. هنا باتمان بدا كيهلوس ويبانوا ليه الخفافيش، كب عليه كرين ليسانس شعل فيه العافيه وعوج من تم. اما حبيبنا بقى كيتقاتل تطفى العافيه واتصل بالفريد يجي عاتقو. بعد مده حبيبنا فاق تما الفريد صدموا بليومين هو مغيب. بروس حس بلي فايت تعرض لذاك النوع من الهلوسه. شويه جا عنده فوكس اللي غيكون صنع مضاد السم اللي في الغاز. هنا بروس طلبوا يحضر ليه كميه كبيره من الترياق حيت غيحتاجها في المستقبل. شويه جات عنده ريتشل باركت ليه عيد ميلادو وهي داويه معاه. جا اتصال على الموافيه باللي كرين خرج فالكوني من الحبس ودا العياده ديالو. هنايا قررت تمشي تشوف اش واقع. بروس دخل عليها حيت العياده ديال كرين كاينه في الحي اللي ضواحي المدينه مش ضرب الحطه ديال باتمان. نمشيو لشركه وين، فوكس عاق بلي سلاح الاشعه تسرق بلي سول عليه اير قال لي انت فيك الهضره بزاف وجرى عليه من الشركه. نمشيو لعياده كرين، ريتشل مشات شافت فالكوني اللي كانت تفربل وسولت كرين اش وقع ليه. قال انت فضوليه لكن ما فيها باس يلا معايا نوريك. هبط لها كاب فين كاين مصنع ديال الادويه ديالو وغنشوفوا العمال كيكبوا الضو في القادوس ديال الماء. علاش ناوي كرين غصبروا شنو نعرفوا. ضرب الماسك ورش على ريتشل الغاز تتفربلت ختنا. هو كيوجد يصفي عليها خرج باتمان زرب على الحراس اللي تما. من بعد داز الكرين خلاه يذوق من سمو ورش عليه الغاز. كرين في البلاصه تفربل سولو باتمان اش كيدير هنا وعد من خدام. جابوا انا خدام عند راس الغول. باتمان تصدم
حيت هو شاف راس الغول ملي مات. هز ريتشل خرج من تم داها المخبأ ديالو وعطاها الترياق حتى توقدت. قال لها هنا شويه غتغيب، ملي غتفيق في دارها غتلقى حدا جوج قرعات تعطى من المحقق جوردن. داك لها مخدر نعاسه وامر الفريد يوصلها لدارها. اما هو هبط عند الناس حيت عنده حفله ديال عيد ميلاد وكانوا معروضين لها كاع عليات القوم. تما بروس تلاقى فوكس وطلبوا يصنع بزاف من الترياق حيت شي حد سمم الماء. جاوبوا ان داك السم ما كينتشرش في الماء بل على شكل غاز. شويه فوكس تفكر سلاح الاشعه اللي تسرق من الشركه وعرف ان كرين هو يبخر الماء ويخلي المدينه كامله تشم داك الغاز. وبروس سما جات عنده الخدامه وقالت لي راه كيسول عليك واحد السيد سميتو راس الغول، مشي شوف لقى دوكارد وغيكون هو اللي ورث رئاسه المنظمه واللقب بعد موت الزعيم السابق. بروس شافو عرفوا انه يدمر المدينه وقال لي ياك عتقتك داك النهار. جاوبوا هذا هو اكبر غلط درتي في حياتك حيت كان عليك تخليني نموت داك النهار. وقال لي انت دمرتي لنا المقر ديالنا وحنا خاصنا ننتقموا منك وندمروا لك دارك. هنا بروس دار عند الناس الشرفه كليتو وشربتو ونشطتو يلا الباب الحباب خرجوا عليا من داري. الناس ما رضاوش يجري عليهم وخرجوا من تما مقلقين. خوا الدنيا وبقى غا دوكارد ورجالو. وهنا غنعرفوا ان السم ديال كرين مصايب من الورد اللي كان دوكارد بخر بيه بروس في الاختبار وغيكون فالكوني كان كيهرب الورد باش كرين يصنع داك السم. وان كرين خدام مع المنظمه باش ينشر السم في مدينه غوتام ويخليو الناس تسطى وتبدا تقاتل تدمر المدينه. بروس بدا كيطلب دوكارد ويحاول يقنعه ان المدينه عندها امل تصلح لكن والو. المنظمه قررت تدمر المدينه. شعلوا ليه العافيه في دارو ولا حوشه طاحت عليه ساري وغيب. في نفس الوقت رجال المنظمه مشاو حروا المرضى اللي في عياده ديال كرين. البوليس عرفوا ان الهب هربوا طوقوا الحي باش حد ما يخرج. اما بروس لحق عليه الفريد يا ودي على لونطريمه ساري ما كتهزه قدر يعتقوا. ومع خرجوا القصر تدمر وتحول لردم. ريتشل فاقت لقات الترياق حدا راسها مشات كتجري عطاتو لجوردن اللي كان في الحي وقالت ليه راه عطاها لك صاحبنا. رجال المنظمه دخلوا سلاح الاشعه الحي خدموه وبدا كيبخر الماء اللي فيه السم. الناس اللي تما مع شموه تفربلوا ما عدا ريتشل اللي كانت واخده الترياق. وتما جوردن مع بالي الحال ضبب خدات الترياق. الناس كلهم تفربلوا ولاو كيتقاتلوا بيناتهم. دوكارد ركب سلاح في المترو وديماراه باش يبخر الماء في المدينه كامله. تلحق عليه باطمان وهي تشبك المعلم ضد التلميذ. دوكارد خاص الفران ديال المترو باش ما يقدرش باطمان يوقفه لكن مع منتا جوردن ركب المدرعه ديال باطمان وبدا كتلق الصواريخ على الجسر اللي هز سكات المترو تدمروا. مع قرب المترو الحافه باطمان نقز من تم اما دوكارد طاح مع المترو بوم مات دوكارد وتدمر سلاح الاشعه. وفوكس قدر يصنع الترياق ودابا كاع السكان. وبهذا قدر باطمان يعتق مدينته من الدمار. بعد مده ايرن مشى الشركه لقى مجلس الاداره دايرين اجتماع وفوكس معاهم وين اش كدير هنا جريت عليه. جاوبوه راك جريتي عليا لكن راني دبرت بوست جديد ووليت مدير مجلس الاداره. ايرن ما فهم والو ملي عيط على بروس قال له بلي قرر يرجع رئاسه الشركه واول قرار خداه هو يبدل مجلس الاداره وبدا به هو الاول حيت المدير اللي تفر لي اقوى سلاح في العالم كي غيدير يسير شركه كبيره. بروس رجع لدارو اللي ولات تردم وقرر يعاود يبنيها ويستغل الفرصه ويدير اصلاحات على المخبأ ديالو. اما جوردن فصنع اشاره يبقى يستدعي بها باطمان تلاقاه هو وياه وعلمو بلي لقى في مسرح الجريمه واحد الرساله لباطمان. ملي قلبها لقاها كارطه ديال الجوكر. شكون صيفط ديك الرساله اش باغي من باطمان وعلاش ناوي هادشي كامل وكثر غنكتشفوا في الجزء الثاني من سلسله افلام باطمان. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيلم ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وشي كومونتير زوين وكثروا من البارطاج مع الاصدقاء وداك ابوني حمراء تولي بيضاء وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وبالنسبه لصحاب نجم السيره ما نسيتكم راه كاينه صفحه في فيسبوك اللي تيكلوا في الملخصات. ما تنساوش ضربوا لي على قناتي الثانيه الخاصه بملخص افلام الاكشن الدراما والكوميدي اللي غتلقاو الرابط ديالها في الديسكريبشن. مرحبا بكم عندي في انستغرام نتلاقاو في فيديو جاي تهلاو.